فقد رفع الله تبارك وتعالى درجة العلماء على المؤمنين، فما بين الدرجتين 700 درجة، وما بين يعني رفع الله تبارك وتعالى العلماء على المؤمنين 700 درجة، ما بين الدرجتين ما بين السماء والأرض. ويقول ربنا تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. أيها الإخوة المسلمون، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطار احتفالنا بميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة المسلمون، وخير ما نمتلك به هذا الأصحاب الكريم بآيات من الذكر الحكيم، حيث صرف القائل يقول نحن النور لما تجلت آية الهدى وأتى الظهور السعد قدم والردى، وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يرتل آيات وذكرا مقلدة. حباك الله يا غير طريق لأعظم تنزيل على نبي محمد مع آيات من الذكر الحكيم وظاهرنا وعالمنا وفضيلة الشيخ محمد فتحي إمام وخطيب مسجد واحد الصالحين بالمجرد 37 سنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
حقا إن له لحلاوة وإن عليه لضلاوة وإن أعلاه لمسلم وإن أسفله لمسلم وإنه يعفو ولا يعلى عليه. أيها الإخوة الأحباب، إن العلماء رفع الله تبارك وتعالى شأنهم وأعلى قدرهم وصان حقهم. وقال رب العالمين تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. مع العلم والعلماء وهذا اللقاء المرتبط بعد طول انتظار وفضيلة العالم الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد البسيوني بدر رئيس لجنة الدعوة الإسلامية بمحافظة كفر الشيخ، فالكلمة الآن فضيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير، وأسأل الله لي ولكم ولعامة المسلمين وخاصة أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يجعلنا من العاملين لا من كثير الكلام، فإنه قد آن الأوان لشعب مصر والإسلام أن ينفض يده من الكلام إلى العمل. أما أن اتخاذها خطابة وغيرها فهذا مما لا يصح في هذه الأيام. إنها الأيام لابد أن ندعو الله فيها بأن يأخذ بأيدينا وأن يختار لنا حاكما على علمه لا على علمنا يقودنا بكتاب ربنا وسنة نبينا ومنهج الصالح على علمه وليس على علمنا، لأن علمنا خاص تحت القدر، أما علمه كشفت له الأشياء فندعوه بما يحب أن يجمل هو به ونسأله بما يحب أن يدعى هو به، أن يغفر لنا ذلك وأن يشفي كل مريض ويرحم كل ميت ويعطي كل محتاج ويرشد كل مقصور وينصر كل مظلوم ويهلك كل ظالم، إنه سميع مجيب، وأن يرشد لنا جميعا الختام وأن يحشرنا في قرة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. قولوا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد ربي حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك ولا قدرناك حق قدرك فسلم سلم. إن شهدنا لك بالوحدانية أنت واحد، وإذا امتنعنا جميعا عن الشهادة لك بالوحدانية فأنت واحد، لأنك سبحانك قد شهدت بها لنفسك قبل أن تطلبها من واحد، فقلت وقولك الحق في البقرة آية 63 وإلهكم إله واحد، ثم فكرت لها في مخفيها آل عمران ساعة نطقت بالشهادة في الآية 18 ساعة قلت شهد الله أنه لا إله إلا هو. وإذا كان الله قد شهد لنفسه فليس ربنا في حاجة لشهادتي ولا شهادتكم ولا شهادة الطلب مش الرب. ليه كده؟ مش محتاج، لأن شهادتي وشهادتكم شهادة ثاني لباقي، أما شهادة الله لذاته فهي شهادة باقي لباقي. فأين شهادة الثاني من شهادة الباقي؟ أين الصواب من السعادة؟ أين الثوى من الصواب؟ كل هذا يثبت لكم أن الله غني مؤمن، غني عن جميع الخلق، غني عن الفقراء، عن الأغنياء، عن الجنود، غني سبحانه وتعالى. فإذا البقاء الذاتي ليس بقاء الذات، وإنما هو بقاء أزلي ذاتي فيه
سبحانه وتعالى. والمقام هذا هو الذي سيؤهلك إذا أعطاك الله ذلك أن تراه. لما استشرف موسى فقال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لن تراني. الحمد لله الذي قال لن تراني كان ممكن قال لن أرى، وإذا كان الله قد قدر هذا القرار قال لن أرى لن يراه أصلا الله. نعم لن أرى خلاص. إنما لن تراني ترى فعل مضارع يفيد التجدد الحدوث، كل ساعة حال، كل ساعة حال. ولو لم تفيد النفي والاضرار، انما لن تفيد النفي على التأكيد. يعني مش هتقدر تشوف. طب وليه؟ طب مش لما قمر يعني بينه وبين عقل كده، لماذا انا من اول لقاء اطلب مثلا ان ارى الله؟ ليه استشرفت هكذا؟ الله عنده نظر خاص، وجد ان موسى في عتابه بنفسه سيقتل نفسه، هيقتل نفسه. ماذا؟ يا موسى يا رسولي ويا عبدي يا من اصطفيتك الان برسالتي وعزتي وجلالي لن اضل عليك رؤيتي. ما قالش ما تشهد، هو في الايه كمان، لكن في الحديث قال لن. ليه؟ ممكن تفرق بلام دي لن أضل عليك رؤيتي، ولكن يا موسى لا وعزتي وجلالي ومقامي وسلطاني لا يراني حي إلا ولا يراني يابس إلا تهدهد، وفي رواية إلا تدهد، ولا يراني أخضر إلا تفرق، ولكن يراني أهل جنة في جنة يوم أعطيهم أنا أجساد لا تبلى وعيون لا تبلى فيرون الباقي بالباقي. الجنة تاخذ منكم ما الفرق بين كلمتان، ما الفرق بين فقلت على رسول الله فماذا؟ فقال لن تراني، لكن في الحديث قال له لن أضل عليك برؤيتي. ليه؟ ربنا مش بخيل ده كريم. لا أضل عليك برؤيتي يموت، ولكن لا يراني حي إلا ويموت، ولا يراني يابس إلا تهدهد، وفي رواية تهدهد، ولا يراني أصغر إلا تفرق، ولكن يراني أهل جنتي في جنتي يوم أعطيهم أنا أجساد لا تبلى وعيون لا تبلى فيرون الباقي بالباقي. وأيضا يا سيدي يا رسول الله إن شهدنا لك بالرسالة فأنت رسول، وإذا امتنع الجميع لك بالشهادة فأنت رسول، لأن الله شهد لك. وانظر في شهادة ربنا دايما لما يتكلم عن نبي يجيب أرقام مسلمين، يقول يتكلم عن سيدنا نبي اهو يجيبوا رقم مسلم. تقول انا بحب الولد وانا بحب الحرب، فلازم اجيب له كل حاجه مسلم. خد ختام سوره الفتح كده، ختام سوره الفتح يمين اهو يمين. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا لمين؟ محمد رسول الله. يبقى النبي برضه مش محتاج للمسألة. النبي الشهادة كانت تنتهي بشهادة وفاة، إنما شهادة ربنا هو له شهادة وفاة. ونهزمة الملحدين بيقولوا انتوا فهمتكم كلام فارغ. كلام فارغ ثاني يا ابني يجدوا فيه في القرآن جاهز. ليه يجدوا فيه؟ لما مرسل يقول لقيته في الحته بس. قال انتوا بتقولوا في آية 185 في آية عمران السنين برضه
هي كل نفس ذائقة الموت. وعيسى وهو بيكلم ربنا قال له تعلم ما في نفسي ولا تعلم ما في نفسي. آية 116 المائدة الجميل برضه. ايه المسألة دي؟ تعلم ما في نفسي ولا تعلم ما في نفسي. ايوه يا ابن عزيز قال له ربك النفس يبقى راحة ولا ايه؟ بنفس التابكم كل نفس ذائقة الموت. نفس المخلوق. شفت هم واخدين بالهم منا قد ايه وعارفين دي جت فين ودي راحت فين ودي منين. انما احنا الحوادث كانوا السابقين هم سلموا الدروس ولا سنتهم مش مالين نعرفهم. ايه ابويا نفسه ما كانش له معاش وسابنا اغنى اغنياء الارض بما علمنا من السلطان. ايه كان الفراغات زمان ما كانش له معاش ولا حتى هو يتبطل 35 ساعه. والأغنى أهل الأرض لأن مثلا لما ما تلاش فينا حاجة يبقى غير يمكن جراح يقول تعالى ماشي جراح قالوا لك دابة قالوا لك خاتمة قالوا لك أنت من المنوم. النبي محمد انت مالك ان مالك تجيش حاجة مساء من هنا كفاء اللهم صل عليه. قالوا انت من المنوم وانت مش شحاتين ده كمان نحن مش مقدمين حاجة ولا جشعانين بحاجة ولا حد رابط حاجة. حتى الصغير عايز يبقى حسن مبارك وحسن مبارك عاوز يرجع شاب علشان يعيش مع ويدوب ما عاوز ايه وبتاع اليوم طلع اسلام عدد الفلوس لما ليه نيجي لما ليه نيجي والصديق يقول ما تكون ألف للعدوب وخدوب جميل يا عنه عادة تخيل الجن يا أخوان لا تبت عندي يا سبيل كان عايز أعجبك هذا عايز عادة وخدوب تبت عندي على السلام فترة الماء كمان تتنطي طول الليل لان رايح بنك مصر الصبح 8 ورايح بنك القاهره 12 ورايح بنك مش عارف ايه اللي عليه مش فيه اللي عليه ثم مصرف اللي راكبين دلوقتي على شويه بنك انتوا مصرفين كده مثلا احمد ربنا ان عندك ملح ما بتموتش بنزين. لا اله الا مفيش بنزين هي ماشي مفيش سولار هي ماشي مفيش زيت هي ماشي من في تنين او بنزين. لا اله الا الله. ونعم لا اله الا الله. المهم شوف القضيه ايه شوف الشباب عاوز ايه كان عايز اكبر كان مين يقول ده الشباب ويعود يدور كما تعمل ايه في اليوم؟ لا انا هقول لك اليوم شباب هتكمل ايه ولا ده اليوم انت عايز يوم علشان كنت هتعمل ايه في اليوم ومش بجد نعرف ان اهل النقد في الادب العربي شتموا الشعر ده شتموه قالوا شعر الاصل اللي كانوا بيقولوا اصل ايه؟ قال لو انظر ما كانش قبل الشباب ليه؟ قبل كده الشيخ اللي باعه في الموت تتمنى ايام الفسوق مهما كنت شابا ذكيا قالوا انت كنت تقول ايه يا بابا؟ قال اقول خلقت الوفا لو اعود الى الصبا لودعت شيبي موجع القلب باكين. الله لا اله الا الله. بالله كان هو والكلمة بيحزم عليه ليه كانت عشرة اللي عنده قط وراحت في طايف ما تعرفوش الهرة الأسفين ما تعرفوش تأثير ايه اللي ما مش راضيين صغير المودة لو صغرة وشيخ المودة لو صغرة
الملك فجرا ورب المال في تعب رب المال رب المال في تعب وفي تعب من افتقر فهل هم حيروا الأقدار أم هم حيروا القدر أمور ما لها حل سوى الضيف الظهر. ما هذا وقد اجتمعنا الليلة بسبب ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم. قيمة هذا ذكر المصطفى ليست خطابا وليست قصيدة ليست خطابا وليست قصيدة وليست انشودة وليست انتقال إذاعة إلى إذاعة خارجية. كل مغرب كده مش عارف القرية مين والمحلات مين واللي هي بيجنشد مين واللي بتاع الاستعداد والتشويق والتوحية كل دي ايه ده النبي لو النبي توحيد دي النبي سنة النبي عمل مش من الصحابة من التابعين وتابع التابعين كمان تابع التابعين الصف تلميذ للسنة يقول له يا انا كمان وده الشاب ابقى تعالى تقول انت الدرس بقى كنت تتعلم على ايدي ليك 22 سنه. قال له انا مش قادر انا اتعلم بس واسمع انما اقول مره بالحق واحنا في الجوال يا ولد احنا جوال ومفتي وعلى الجمعه ياخذ مع المفتي هنا قلبا المفتي وقال ابن تيمية الحضاني وما يعرفش الكلام ابن تيمية ليه وبعد ينسى بلومه اللي عايز ايه اللي ما نسي مراجبه لومه يا شيخ ده حاجة اللي تنسي بلومه عيش ليه ملوش أرض امال يسيبوا إمام الأئمة لومه ويسيبوا ما ليش صليت على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يحدث فينا تلك الصفات وليه فينا هذا التعالي ابن من أنت وإلى أين تصير خلقت للتراب ومن التراب وإلى التراب تصير ايه نعمل فيه في الآخر شو التراب انت عايز هذا حاجة في الوسط كده تكتب شو التراب شو كده يقوم لما تنزل يوم الوفاة يوصلك العزيز ويعطيك الجو والذنب لأن المطلوب ليه المطلوب مننا في ذكر رسول الله أن نعود لما كان عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتقول يا ابني بكرة قال له مش جاهز يا رب ايه انا اديتك اجازه قال له مش جاهز ولا اجازه ولا ما جابتش ما رضاش. دخل سيدنا الشيخ اللي هو الاستاذ روح تعبان التلميذ والتلميذ روح حوالد على خاطره ويحصيك ليه وانت مش كل يا ده شاب العراق وده خبيث فلما للتلميذ فوجد سيد البشر في المنام من بس جاي الثلث الفلاني من سمعت الشيخ نبي عليه وانا جبت التليفون انا ذنب والله الشيخ نبي عليه صلوا على الحبيب فين النتيجه ايه المساله جاء سيدنا النبي بالتلميذ قال له هذا لكل شيء زكاه وانت بلغت في العلم نصاب وما دمت بلغت النصاب فأدي الزكاة. ألا تعرفني؟ قال له كيف لا أعرفك وأنا منك وأنت مني. آل الناس ده شاب وده بغالب كان راجل جميل كان يتحمل ومفضل ويتعبر ويتمجم مش أساس فيه يدفع كام الجمعة ما حدش نعرف لسه فاجي بلد لو ننفع في مكان الشيخ فيه مش أساس يقول الناس أعوذ بالله من الشيطان ويعمل تدريب على دين الناس يصلي الصلاة فنبقى قال جاب علم ايه انبساط وانبسطوا بيه أوي وفرحوا بيه أوي كتير جدا أول حضر يسمعوه بعد الشيخ والشيخ كان مجهول قال له ولا شيء من ثلاثة قال له خير من ايه قال له خير من قول الله تعالى أتأمرون
تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. لا إله إلا الله. شوف 44 البقرة يمين برضه يمين. لا هو كده قالوا خير من الاثنين قال له خير من قول الله تعالى في حب الشعير آية 22 برضه يمين. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ولا توفيقي إلا بالله. وخير من الثاني قال له الآية 2 في سورة الصوت كون مثلا عند الله أن تقول ما لا والرجل مني فطبعا العجب هنا اللي فيه معجب. دي آية 2 في الصوت ودي آية 22 هو ودي 44 البقرة. اضرب اثنين في 22 كده اديك 44. مين يعرف يعمل المعجب؟ دي في الصار والاثنين 22 اثنين في 22 يديك أطامه. حاجة غريبة جدا في القرآن. في كده اللي بنتكلم عن الجوامع في المساجد جايبها على خط 18 والمضاعف بتاعها. فجايب ايه؟ آية 18 في سورة التوبة دي يسار إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام وآتى ولم يخشى. يا خلاص عشان قال لا خرعنا قال لا. هم ليه كان النتيجة بتجي في الكنترول الإلهي. أن لو قلنا جنة يختاروا ونقول لنا يقدروا يقدروا فخليها عنه فعسى أولئك أن يقولوا ومن عاش في دائرة عسى لم يرى ذلك. الله يا الله. من عاش في دائرة عسى لم يرى أن تاخذ يدي انت حافظنا. شوف من عاش في دائرة عسى لم يرى في دنياه بشر. عسى الله أن يأتي بالفرد. عسى الله أن ينصر. عسى الله أن يقتضي الحاجة الوسيلة زيادة علمه. عسى من عاش في دائرة عسى لا يرى في دنياه بشر. لأنه معلك كله على عسى أو ربنا ما بيخليش عسى. تمسك ربنا في حاجة كده وتعب كل خليل. والله لا يمكن دلوقتي الماشي ساعات عمر واللي بيسلموا عمر وما أدراك مع عمر من فوق يطيب. والله العظيم يطيب. لو عمر عمل طريق يطيروا شكل قوته للناس. اسمعوا أول في الجوارح اللي بينام في الجوارح في الصيف تحت المراحة سيدنا عمر شايفها قوته للناس قال له مش دعوة هنفسك اللي هنشوفه يموت الدين ده. قال له عليك بشرطة ناس من بيت بخيل ولو المساجد. لا إله إلا الله. تشرب ميه من بيت بخيل عليك العوض الجاية والسودية والمسجد عليك العوض. ولذلك الناس آية يقول لك قال كل ما البخيل يضر مش يضر. لأن البخيل مصدق على آخر اليوم اللي تحرق فيه وقال ده يا عم ليه؟ فانت تدري إنما طعام الكريم دواء. لا دواء. فضل صليتوا على رسول الله. طعام الكريم دواء لكن طعام البخيل ده صليت على رسول الله. طعام الكريم دواء لكن طعام البخيل ده فاكتبه مين شوف لك هات العشرة غيره ايه هو اللي يضايق. انت اللي هتكتب بسبب الطعام لان طعامه بيجيب مرض. انما طعام الكريم يجيب ايه؟ يجيب الصح لانه بيغير المتفاهم لو بالتربيه على الشيء الله تبع في خاطره فالمدرك خطيره لا يعيد تام والشكل حبيب الموت.
حبيب ربنا. والله لقد مر أن موسى لما اختلى بربه 40 يوم فرجع لقى هارون الولد ضحك عليه اسمه موسى السامري وجمع الذهب في البلد وعمل عيد الله وقواه ورب عقد في المحكمة. بس مش قلت لك فتحت كده وطيارة تجيب وطيارة تيجي، لا ده يوم محكمة موت حكمت المحكمة على السامري بالشام. يوم مش بالنعمة وابتعد ويكون في استقرار وكان ناس وفيه هو في ايه؟ انتوا مش عارفين تقولوا كيف الحق ليه؟ كمان خسارة بعد كل الخسارة دي. انما ده موسى يوم شاب القلب طالعين يرسموا المشانق عشان السامري جنازة جبريل قال يا موسى ربك يقولك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك لا تقتل السامري فإنه سمين. إنه كريم شوف عمل ايه المبارك فيه لكن كان غطى كل عالم. لما انت عاوزين تعلمونا فوق يعني يعلموني الفوق ما هذا. فالوضع الشيخ لقى الرب يشرب، التلميذ بدأ يشرب، فالشيخ داخل كده ده جبره، ده شاف ان الناس بالمنام يعرف يقول له انت وصلت للنصاب واللي وصل للنصاب يلاقي مش كده بالمنام على نفس الشيخ من الباب الثاني. لقى الراجل التلميذ وبيشرح اللي ما كانش راجل الليل اسمع كده يقول له هذا عليه هل لا تتكلم الا باذن من النبي. الله اكبر الله اكبر. كده فين وده فين؟ ايه اللي عرف ده واللي جاب ده وده؟ ايه اللي كان ايه ده واللي كان ايه؟ نور على نور يأتي الله من نوره من يشاء ومن لم يجعل الله له نور فما له. شوف كده حاجه دي يعني الموضوع ولها دليل بعض العقول عين ما بتستوعبش الحكايه لها دليل. فاكر لما عمر استقبل النبي بعد وفاته عليه، لما استقبل النبي بعد وفاته كان الخليفه عمر فجاءوا في المنام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل واخذ اداله طبق من التمر فاعطى عليه التمر فلكاه فأبديله الثاني فتح علي جنب النوم جاء علي جاي متوضي ويا الفجر جنب الفجر لقى واحد على باب المسجد تقول له خد الطبق ده اديله عمر يوزعه على المسلمين. جاء علي هو اللي خد الطبق والثاني امير المؤمنين جاء امير المؤمنين من غير خمر فاستطعم الخمر بالطعم الاكل اللي كان في المنام من كل الناس. فجاء عمر نقدم التمر الثاني اللي قال نص السكه كده وجلاله قال له ما تجيب قال له لو زادك رسول الله الى عشان تلك بدأ اللي ما نعترضوش لو زادك النبي كنت انا كده بالثاني لو زادك وعمر وما ادراك مع عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه اكثروا من ذكر عمر فبيقولوا نكسر عمر ولا نكسر من ذكر الله. قال إذا ذكرتم عمر ذكرتم العدل وإذا ذكرتم العدل ذكرتم الله تعالى. فذكر رسول الله تذكرنا أن نعود لما كان عليه رسول الله من راحة من طاعتك الموت من حب الأخ لأخيه من حب الجار لجاره من أنك تكون أهل عرض. أنا غلطت فيك اعفو عنه وغلط النبي اعفو عنه وغلط العشرة اعفو عنه. ليه؟ عشان تقول تلاقي اصحابك من سيدنا النبي صاحب الذكر صلى الله عليه وسلم يقول ينادى من بطلان العرش يوم القيامة من كان له حق على الله فليقل.
اللي له حاجة على ربنا يرفع يده. من كان له حق على الله فليقف. فالصحابة قالوا بس المشي لنا عدوا بس. قال لا، ينادى من بطلان العصر من كان له حق على الله فليقف. فقالوا مين دول يا رسول الله؟ قال فلا يقف إلا العافين عن الله. كن قابل العذر واغفر جلة الناس ولا تطع يا لبيبا أمر وسؤالا. الله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قال هلا تذكرت يوما أنت مدركه يوم الوداع شديد البأس شديد البأس. شوف يوم الوداع شديد البأس يوم الوداع لا الطول. العربية بيضاء يا جماعة في المدخل بس الساعتين. صاحب العربية البيضاء في المدخل بس يخلي بس تفتح المدخل. ما ظنيش ان الحاج محمد جاي متأخر وجاي بالكون. ماشي صليتوا على رسول الله. شديد البطش والذات ويوم يدعوك في القتل المهين وقد جروا التراب عليك بأيديهم وبالباس. ويوم يبعثنا والأرض هامدة والشمس محرقة تبدو من الرأس هناك يرسل الله ملائكة منادية هيا تعال إلى ذكر وإيمان. هيا تعالوا إلى ذكر ومغفرة. هيا تعالوا إلى رب مطعم كافي. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقف إلا العافين عن الناس. ليه؟ ما تخلينا الحاجة على الرجل. والحلاوة عن الإسلام إن يقول إيه؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عن النبال ما حصلش. يجدوه عن العمر ما حصلش. تجدوه عن الرأي ما حصلش. وليه؟ تجدوه عند الله. يقول ليه التخيير ده؟ قال اللي عندي لا فرق ولا حركة ولا فرق. اللي عند ربنا لا ينسر ولا ينحرك ولا يموت. ركب ولا يموت. شوف لا حرك لا فرق. وانا ماشي معايا في الجوع السرق الثاني ماشي مش عارف ايه جوع الثاني ايه حرك. ليه ده؟ فربنا بيقول ايه؟ حط عنك. ليه؟ قال حيث لا ترك ولا غرق ولا حرق. سبحانك يا رب. فقلت ايه؟ وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. فالعالم يحب بصدق في الاسلام يبين العباده الماديه مش العباده الصلاتيه والعباده الصوميه. لا، وانت شفت وقت تقضيه وجدت الجامع صليت ما تصلي وهيجرت ونفسك حاجه عظم. هو ده. لا حد يحب لك حاجه ويمكن حد يديك حاجه. الوجه البنات مجانين. لو عايز تفكر وريني ابنها اليتامى يتكسوا منين. وريني المساكين منين. النبي أصحاب الصحة الذكرى بيوزع خمس ففي صرف صغير كده. أقول يا رسول الله والسلام كل بتقول لك أمي عايزة كذا أمي يدعي لها ما فيش عرض. قال له أنا خلصت فيها كبتها بيدي إفتاء افتع منه يعني اشتري منه ونقلت الفلوس كله على شهادة محمد. الله عليه. عمر مات كلمة تستفيد الصدقة. انت معاك ما يتمتش. قال لا يهتم. جلت اللي عمر لما ما معكش ما يتمتش. انما انا ما معيش الدم. قال له ليه؟ قال له انزل علي ربي قوله النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم.
صلى عليه. كمان اخليكم بالله، انت جبت لابن اخوك حته حلاوه شكوك ولا هان عليك تقول لابن اخوك روح لهذا الزكاه وقول لها البخوه تقول احسن، انما انت عايز تسيب ابن اخوك. ايش المساله؟ ايه القضيه دي؟ شو النبي دي مولد النبي، ده ميلاد النبي، مش ميلاد النبي ولا بس ولا من عاد واستقبلت الشيطان مع عبد الرحمن من عاد ودعيت حليمه من عاد وكيف حملت حليمه عاد كمان عاد. النبي ولد ومات حظ. المشكله فيه المشكله عنده أين الحب؟ أول بذور الحب إن إيدك تكون سهيل. إزاي يا عباد الله الحب ليس بعد الله رب. يا عباد الله حب ليس بعد الله رب. إن في القرآن آية هي لكم كل حب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللهم صل وسلم وبارك عليك. لكن نحب بلاش كامل، ده لازم نعمله بلاش، كله بلاش. اللي عايز يحتفل يشوف مبدأه كان ايه؟ غني ليه اليتامى يقابل اليتيم لما واخد جنبه كده يقول له تعرفش مع اصرارك ليه؟ انا كده مش هقول لك انا كده وعن لا كده اهو. انت تاخد المعلومه مالكش تاخد بالمرض. اما تبقى قدامك في المرض اجيب لك المرض. انما في الجامعه خد المعلومه. اللي في الجامعه مش عاوز انت ضربت اللبن ازاي، طلعت اللبن ازاي، جبت له الدشطه ازاي. لا، اللي في الجامعه تجيب له الدشطه وهو يعمل اللب والمغطى ويعمل. عايز عجال ما يهمش اللي في الجامعة والله. هو حضر الكلام، هو حضر الكلام هو عايز المعلومة وترجمها له بالاسلوب اللي يفهمه. فرنسيات العرب انما انت هتعمل لي لا لازم تكون على مستوى المسؤولية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش يجي، ولذلك تلاقي روايات كتير زي مثلا ايه؟ من كان منكم حليفا فليحلف بالله او ليصمت. من كان منكم حليفا فليحلف بالله او ليصمت. من كان منكم حليفا فليحلف بالله او ليصمت. الثلاث روايات جاء عن النبي. انت ايه خلاك تحول على اليسار؟ اللي قاعد يعني فلاح يسمع انت شغال شغل وهو عايش فين؟ رياضة. هو سرح رياضة وانت خليك في الشغل. انت ما جبتش احسن رواية وادنى رواية. مش عايزة تفكير ليه؟ من كان منكم حادثا فليحلف بالله او ليصمت. لا عايز تفكير ولا عايز علم ولا عايز دليل. انما انت لازم يلا والله يعلم هو السمع ايه اللي سمعها الناس يلا يعني يمكن يجيب عدد برضه مسؤولين بالكلام. التنوير رغم ان هو جاي روايه صحيحه او يسكت. ثم كده القرآن وما تحيرنيش هو انا فهمت الاولانيه اما اجيب الثانيه حاجه كده. ولذلك كده النبي في الإجراء يقول ايه؟ خاطب الناس على قدر عقولهم. الله عليه ولا تجمد على القناه لازم نقول ازاي يوم انت اكلت اللعب على نبضتي واللعب غير والله يجي يضرب الشاش ولا الشاش. قال لا نعم بل تفكر في الصوت اللي جرال
الكلمة ايه؟ قلت والله ما كلمت بلغة الآباء. ليه لغة عربية؟ ليه لغة عربية؟ ينفع تتكلموا كده؟ ليه لغة عربية أصلية متفاعلة. أكدت في اللغة عارف النبات اللي هو الأعمى الآن في الصوبية ده هي كانت بتحسبه خضرة ولا حاجة. عمل جلجلي فعصبها الهدى ضد المية ده عمل شرق اهي يتفقات في اللغة عشان الهدى فرق الله قليل اللي يضرب الشاش اللي يضربش في اللغة العربية يعمل شفاء امال اللي يضرب الشاش في العاشر احنا عايزين أننا بنحتفل بالنبي احتفالنا بحضرة النبي ما يكونش في ليل ولا في يوم ولا في شهر زي ده في القرآن الكريم. احتفالا بالنبي على مدار الزمان العمري كل نتيجة فيها النبي. والله لو غاب النبي المصطفى عني مقدار فرق ما عددتم وحشدتم. صلى عليه وانت عايز مين؟ جمعات في كل حته مين علمك؟ واحنا في وسط النار انا وهي بس ما حدش يهمني يقول ما تجيش كده وليه؟ لا تأتوا نساءكم كالعيد ولكن تفعل بينك وبينها رسولا. شو تبي وسط النار؟ من فرص النوم كنت معلم في فرص النوم لا تأتوا نساءكم كالغير ولكن يجعل بينك وبينها رسول. اثنين لا تجلدوهن نهارا وتعاشروهن ليلا. أما النبي عايزنا يا ولد أما النبي عايزنا قليلين يقول ايه؟ قال لا تجلدوه طول النهار عايزك وتيجي تقول لي مش نافع طول النهار عايزك وتيجي تقول لي قال وده شو النبي شوف النبي لا تجلدوهن نهارا وتعاشروهن ليلا. اللهم صل عليه. ثلاثة سيدنا النبي يقول لك النسوان لغة عربية تكتب أنا فاكر إنها مصطلحات نسوان لغة عربية وافتح القاموس وشوف العلم ده بيقول في النسوان هن يغلبن كل كريم جوزها كريم تغلبه ترتب ولا يغلبهن إلا كل لئيم. اسمع النبي صلى على النبي. هن النسوان يغلبن كل كريم ولا يغلبهن إلا كل لئيم. تعال قال وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا ولا أحب أن أكون لئيما غالبا. ذكر النبي مش النبي كل النبي بس ما كل الوقت الأمر والله العظيم الزمن زمن خاص ده ميلاد خصوص ولادة الوحدات خصوص حياة خصوص زواج خصوص طلاق خصوص نكاح خصوص نوم خصوص تهجد بالليل خصوص. احنا ننام بالشهر ما نهجدش مرتين. خلي النبي ينام ليله واحده ما يستكينش ورب اللي خلق السماء تيجي على الارض لانه امتحان وقرار الهي. آية 79 يمين اهي في الإسراء ارفع كلمة يا محمد ومن الليل فتهجد فيه نافلة لك. حتى أن يبعث لك مقام محمود نافلة لك عنك من عاش في دائرة عنك. شوف ايه المسألة دي؟ ايه القضية دي؟ سبحان الله كل ليه لا تصور عليك الكابر ولا مش جبل شيء قالوا تخفيف شوي قالوا ما تفعلش قم الليل إلا قليلا قالوا والله بالله قالوا نصبر
أو انقص من النصف مش من الليل، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وآخر مذكور هناك بالفرض يبقى ينقص من نص الليل، يقوم التلت يقوم الربع، مش ينقص من الليل، لا، الضمير يعود لأقرب مذكور، آخر حاجة مذكورة هنا ايه؟ من الفرض، يبقى ننقص من النصف. أنا يا محمد لبيك، قال انت مش نكتب بقى صليت ربع الليل هذا ايه؟ قال لي ما انت نكتب 30، قال له ليه زود لنا حته اوزن على نصفي ورتب زود على نصفي كده بقى، خد لنا لك ولنا شوف اوزن عليك برضه على ايه؟ على الناس اوزن عليك كما كده صلت وجهك كده قالوا رتل القرآن العظيم. يبقى ربنا بيحب قراءة القرآن في الليل. احنا ما نقولش القرآن إلا في النهار. اللي هو محرمة مش محرمة، بس صعب القرآن في الليل يسمعه في الليل. بدليل السورة، بدليل السورة قم الليلة ولا قم النهار؟ خيال ما يجب ربنا بيحب سماع القرآن في الليل. ليه؟ الجو صفر واختلف حبيبه بحبيبه واختلف شبه بشبه وبدأ بداياته بداياته حاجة بقى ثانية. ربنا يوريكم الجهال ايه وانت طالب المكان كآلة والدنيا فيها الملاك بتقرأ القرآن تتغني تقرأ ولك أن تتغنى به. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وكان سيدنا النبي لما كان على قبوس الأشعار كان معاك سيدنا عائشة قال لا استنى يا عائشة وجيت به رحيله وشجعت تحت الشباب لما انت بستغفر الله العظيم فجاء سيدنا النبي قال آمين فاستكر ما سكت رسول الله قال له قوموا كتير قالوا سبعتين قالوا لقد أوتيت مزمارا من مزامير داوود. كان له لا وعدا، ده انا بدر عاد، ده انا لا وعدا كنت جبت لك مصطفى اسماعيل والفصل والبنا والكلب كنت على وجهي. قال لا، قال والله لو علمت انك تسمع لحضرته لك تحضيرا. انت واقف بتبكي ليه يا ابني؟ قال له بالعكس إليك عني، لأن حبيبتي يا بالكلمة بس إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. قال مصيبتك ايه؟ قال له ما تقول لما دول بيلعبوا هيصيري معاهم فلوس يجيبوا نفسخ ويجيبوا كراتين ويجيبوا مش عارف ما هيصيري لما مش ناس. شوف الرد قال له أما ترضى أن يكون لك محمد أبدا تقول حد يتوب أما ترضى أن تكون عائشة لك أمة أما ترضى أن تكون فاطمة لك أختا. قال وما ينال ذلك يا رسول الله. شوف الوقت هذا ربنا فتح كلمة من أخذ دي مشكلة. سيدنا أنا داخل على الناس بيسأل طول كده اهو عظيم فلسفة المسألة فبيقول له يا رسول الله ما حكم كذا وكذا. قال اسمع يا أخي. سيدنا جابر بن أنس اسمع يا أخي. جاء سيدنا أنس واخد زيت في اسنانه جلبيه وطلع لي في كل شارع في المدينة. قال إن الرسول قال لي يا أخي. الأردن ما خدش الإجابة قال لي جابت إيه؟ خلينا عند الأرض أنا فوق. إن النبي قال لي يا أخي. ما بتفرحوش بالنبي ليه؟ ليه ما بتفرحوش بمبادئ النبي؟ ليه ما انت مش بشوشين في ذلك النبي؟ ليه ما تشبهش كده ووشك مفروض كده؟ فرحا برسول الله، فرحا برسول الله، فرحا وحبا في رسول الله. هذا هو اليتيم. ومن الملك قال له كان يبقى ربكم يموت. نسيته يبقى ربكم يموت ويقول نفسي وعيشة كذلك تعلم ما في نفسي ويعلم ما في نفسي. يبقى يبقى قال له فرق بين نفس مكلفة ونفس مكلفة. فرق
بين نفس مكلفة ونفس مكلف. فالنفس المكلفة كل نفس مكلفة ذائقة الموت. ما تشهدنا كل نفس مكلفة ذائقة الموت، لكن البقاء للنفس المكلفة. والحل في نفس مكلف لكن احنا افضل مكلف. فالمكلف يموت انما اللي كلف ما يموتش. ما توقع الحي الذي فرصة المسألة فرصة من ايه؟ اصل في نقطة مش ما دام هو مش متكبر ومن ذلك ومن شر ويرمي من الفرق من الحزن فرش. المسلم السني يرمي الحزن فرش. المسلم السني يعمل حزنه فرق. انما احنا بندور على الهم الجديد